إلى موضوع جديد مشاهدينا الكرام. خلال الأشهر القليلة الماضية دخلت العديد من المنصات الرقمية التي تعمل في الاستثمار بالعملات الرقمية في دوامة إفلاسات وعمليات نصب على المستثمرين، أبرزها بورصة العملات المشفرة FTX التي كانت تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، وأدت إلى تحطيم ثقة المستثمرين في العملات المشفرة. وخلال الأسبوع الماضي تقدمت كور سنتيفيك، وهي إحدى كبريات شركات التعدين بيتكوين، تقدمت بطلب إفلاس وحماية من الدائنين، وأبلغت الشركة عن أصول والتزامات تتراوح ما بين مليار و10 مليارات دولار. وطبعا مزيد من التفاصيل إن شاء الله نبحثها عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الدوحة السيد محمد الجفيري، المستشار في مجال التقنيات المالية. سيد محمد، صباح الخير. العملات الرقمية والعملات المشفرة مصطلحات سطعت في الخمس سنوات الأخيرة. أولا، ما الذي يجري اليوم بالنسبة للمنصات التي تعلن إفلاسها؟ هل هي بداية لنهاية العملات المشفرة أم بداية لتنظيمها؟ بالعكس، هي بداية لتنظيم هذا السوق. السوق هذا للأسف غير منظم، في كثير من الناس بدأوا يدخلون فيه بدون ما يضعون لهم قواعد أو قوانين أو جهات حتى رقابية. يعني أكبر المنصات اليوم لما تتداول فيها ما عليها رقابة. أنا كصاحب منصة ممكن أتلاعب، ممكن أحط طلبات عرض وطلبات شراء لأني أشوف إيش اللي في المحافظ، إيش اللي في الأسواق. ما في علي إحنا اللي نسميه الريجوليتر أو الشخص اللي يراقبني من فوق. فهذه للأسف الأسواق ناشئة وما عليها رقابة، بعكس الأسواق الحالية. مثلا أسواق البورصة في عليها رقابة، في هيئات رقابية، في هيئات تتابع وتشوف. أعطيك على سبيل المثال، مثلا لما اليوم أنا أشتغل على سبيل المثال واحدة من المجموعات القطرية في الوساطة القطرية في التداول، وجاني امر، واحد اتصل لي قال لي محمد حط امر بيع لسهم كذا، فانا اروح احط قبله في تليفوني امر خاص فيني انا. ما اقدر لان انا اسمي في اللوائح، وبعدين في انظمه رقابيه تراقب هذه المؤسسه اللي انا اشتغل عليها، فتقدر تكتشفني، فتحط علي مخالفه وتحط على الجهه اللي اعمل فيها مخالفه، البروكر او الوسيط. بينما الاسواق الماليه الرقميه على سبيل المثال اللي خاصه بالعملات الرقميه ما عليها حسيب ولا رقيب. كثير من المشاريع تعتبر سكام وقائمه على الاشخاص. لكن هذا يقودنا الى سؤال، او الجزء الثاني من سؤالك، هل هذه نهايه العملات الرقميه؟ لا، بالعكس، هذه هي بدايه التوجه في تقنيات البلوك تشين. البلوك تشين اليوم هو عباره عن آلية جديده تفتح المجال للابداع والابتكار والخروج بأفكار جديدة ممكن الواحد يطور من المنظومة المالية في العالم من خلالها. فإحنا أيضا من هذا الجانب ندعو إلى فتح المجال للإبداع والابتكار وعمل المزيد من التجارب، وفي نفس الوقت تكون في بيئة آمنة، بيئة تجريبية ما تأخذ من خلالها استغلال لاموال الناس او لناس تجي جهله مثلا ما تدري تحسب انه اكتتاب في سوق معين، فيروحون يدخلون لانه مو بعارفين شنو طبيعه العمل، فيدخلون في مشاريع قد تكون وهميه او الى اخره من المشاريع، فتؤدي الى انهيار الاسواق او ضياع فلوسهم كامله. فعليهم الحذر من الاسواق الحاليه اللي موجوده، وهذا ايضا دعوه للابتكار، المزيد من الابتكار في هذا الامر، لأن تقنية البلوكتشين حقيقة هي تقنية أثبتت بجميع المعايير قوة.